أكبر متحف في العالم آثار حضارة واحدة بقى مفتوح للزوار. أول ما بتدخل من باب المتحف رمسيس العظيم في استقبال كل الزوار. مصر بتارجت 5 مليون سائح في السنة من المتحف المصري الكبير. الله أكبر، نصهم خلصوا النهاردة. المتحف فيه 12 قاعة رئيسية بيعرضوا حوالي 100,000 قطعة أثرية بتبدأ من العصور ما قبل الأسرات ولحد العصور الرومانية. نيجي للمهمة الأصعب. نبتدي منين؟ واحدة من أكتر القاعات اللي كنا متحمسين نشوفها هي قاعة الملك توت عنخ آمون، واللي فيها قطع أثرية لا تقدر بثمن، أهمها القناع الذهبي والتوابيت الملكية، وطبعاً قطع تانية تم اكتشافها في مقبرته وبتتعرض لأول مرة. مش عاوز أبالغ والله، بس بتحس كهربا كده وأنت بتتفرج على الحاجات دي وإعجاب الناس بيها. المتحف بيقدم للزوار جولات إرشادية بالعربي والإنجليش علشان تستمتع بتجربة سرية. التور جايد كان بيشرح دلوقتي للفوج اللي معاه إن الملك توت عنخ آمون كان عنده بن زي ده كده. من ضمن قاعات المتحف قاعة الآثار الغارقة، واللي بتعرض قطع أثرية تم اكتشافها في قاع البحر. أنت دلوقتي بتسمع صوت قاع البحر. كل ده غير الدرج العظيم واللي في آخره بتشوف لقطة مختلفة للأهرامات. المتحف مفتوح للزيارة من 9 صباحاً ل 6 مساء، وأيام السبت والأربع لحد 9 مساء. والتذكرة ممكن تجيبها من شباك التذاكر أو من الموقع الإلكتروني للمتحف، والتذكرة ب 200 جنيه بس للمصريين.